اهلا بكم من جديد مع المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. وقلنا انه من اكثر المرشحين شعبيه في استطلاعات الراي على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها. وقلنا ايضا انه من اكثر المرشحين الذين واحد من اكثر المرشحين الذين تواجدوا في التحرير ومع الثوره بما فيها مواقع المرحله الانتقاليه مثل محمد محمود ومحيط وزاره الداخليه وغيرها. وايضا قلنا ثالثا انه من اكثر المرشحين التي اثارت اراءه جدلا كبيرا وحتى في بعض الاحيان صدمه لبعض القطاعات في الراي العام المصري. حضرتك قلت كلام مهم قوي من فتره قريبه وله علاقه بموضوع الرئيس ايضا. قلت ان البرلمان الحالي راضخ للعسكر وانه لو صمتنا فسنوافق او فسيوافق البرلمان على وضع الدستور بالسلاح. انا عايز ارجع بس الاول لموضوع اسرائيل. انا متاسف فعلا طبعا قلنا الموضوع الاولاني. حضرتك تسيب لي وقت اعرف اجاوب كويس. طيب يلا عشان ما تبقاش انت بتجاوب هايل دلوقتي. حضرتك عندك بطل العالم في الاسئله، لازم انا ابقى عندي بطل العالم في الاجابه. اتفضل استاذ حسين. المبادئ لا يمكن اتراجع ابدا عنها. اسرائيل كيان اجرامي شديد الاعتداءات، متواصل الاعتداءات. ويوم ما الدولة المصرية ترضى على كرامتها ان هي اللي تمد بالطوب اللي يمضي المستوطنات، وهي اللي تمد بالغاز، وهي اللي تمد بالاسمنت، وهي اللي تمد، معناها انها تكون شريكة في جرائمه. صحيح. وليس كل وفي شيء إبقاء الاحتلال على اخواننا الفلسطينيين. وهذا ليس كل شيء، وليس كل شيء المال. احنا محتاجين المال كدولة، لكن مش لدرجة التفريط في الشرف. عشان كده لا اتفاقية المعابر ولا اتفاقية الغاز ولا اتفاقية الكويز ولا هذه الاتفاقيات تساوي. اولا ما فيش مخاطر من وراء الغائها مطلقا. من الناحية الاقتصادية ازاي ما فيش مخاطر؟ لا مخاطر. وزير الخارجية المصري الاول بعد الثورة اللي أصبح الآن أمين عام دبلوماسي الوطني المعروف الدكتور نبيل العربي، لما طالب بفك الحصار عن غزة وإلغاء هذا الموضوع بعد فترة قصيرة وجدناه ترك الخارجية، لأنه هو داخل نظام لا يناسب هذا الكلام. إنما يوم نظام المرحلة الانتقالية طبعا. الله هو احنا هنجامل؟ احنا لسه البلد لم تستلم نفسها. لسه النظام اللي موجود علشان يبقى هو نظام وطني، نظام البلد لازم يبقى منتخب. جملة مهمة، ياما ضاعت ثورات ومش هنسمح للثورة دي كمان تضيع. دائما تضيع، مصر دائما ثوراتها تضيع. دائما تنجح بالعزم وتهزم بقلة الوعي، انه يلتفوا لحد ما ياخدوها مرة تانية. كل مرة لما بقيت حاجة. الدكتور البرادعي قال انه حاسس ان الثورة اتسرقت. انت موافق على الحكاية دي؟ انا اشعر ان احنا في السهم الاخير. في السهم الاخير، ولذلك احنا في حاله مرابطه. احنا مش المسائل. احنا نتمنى انها تمشي سلسه، نتمنى تمشي هادئه، نتمنى تتكلم تمشي عن نقل السلطه مثلا. طبعا طبعا. انما لازم الشعب يبقى عارف انه كرامته في الميزان، انه يا يكمل يا يبقى زي اي مره حصلت قبل كده. لا يمكن. امريكا اللي كنا بيقولوا لي يبعتوا لنا على التليفونات المحموله ان الرئيس الامريكي بيقولوا احنا بنتعلم من الشعب المصري والناس فرحانه وبتطبل. هي امريكا اللي بتقول دلوقتي واحنا مش عايزين ننقل كلامها على الموبايلات. بتقول الشعب المصري اتضحك عليه والثوره ضاعت. صحيح. فاحنا لازم ننتبه ان احنا الحكم الذي نقصده هو الحكم الذي يختار الناس، يختار الشعب، مش الحكم اللي يتفبرك له. طب انت قبل ايام قليله قلت انه البرلمان الحالي راضخ الحكم العسكري، هل ما زلت عند هذا؟ انا هرجع للنقطه دي. انا بس عايز اقول لحضرتك انه اسرائيل وامريكا محتاجين لنا اكتر ما احنا محتاجين لهم. تمام. لانه ميزانيه اسرائيل، دخل اسرائيل دخلها من خلال التصدير لافريقيا اللي بيماشي عبر مياهنا احنا خليج العرب والبحر الاحمر. خلينا عن دورنا في افريقيا. هو ده بالنسبه لها شريان الحياه، والا تتخنق. فاحنا لنا دور على الميزان كبير ومش هنستخدمه. احنا بس هنقعد وهم فاهمين. اول ما يفهموا ان الميزان ماشي ازاي هتمشي مساله من اروع ما يكون. اما البرلمان
فالبرلمان القائم حاليا لا شك انه هو برلمان ناتج من اختيار الناس، لا شك في هذا. تمام. ولا شك ان هذا البرلمان الناتج من اختيار الناس قد يحسن التقدير وقد يسيء التقدير. البرلمان وجد ان الضغوط عليه ضخمة جدا. منين؟ من الحكم الانتقالي العسكري القائم، المجلس العسكري. تمام. ومن القوى الامريكية والعالمية كمان بتضغط على البرلمان؟ ما هو اصل الضغط كونه يبقى ضغط على مين ومين يترجمه الى ضغط داخلي، ده شيء، ده تفاصيل. ولا الحوارات اللي تمت بين الامريكان والاخوان اسفرت عن ضغوط؟ جايز يعني التفاصيل ما يتهمنيش، انما في الاخر في انه يا جماعه عايزين نسلم البلد، عايزين الفتره الانتقاليه ونسلم البلد، ولازم يبقى شيء يحتمله العالم، والكلام الحلو ده حاجه العالم يحتملها. وامتى العالم احتمل ده؟ احنا عندنا ايران ايام شاه ايران كانت على الحجر بالنسبه لامريكا. صحيح. ومع ذلك كانت ذليله. صحيح. كانت تستورد غذائها وكسائها وسلاحها، كانت شرطة أمريكا في الخليج ولا حاجة. لكن لما بس عرفت تستخدم قوتها وتقف على رجليها، برغم اختلافي معاها شديد مع إيران ومنهجها ووقوفها مع النظام السوري وإجرامه ومذابحه ومذهبيا. أنت كمان مختلف مع مذهبهم الشيعي كمان. ده كمان دي مسألة، كمان اختلاف مذهبي يعني، دي مسألة. إنما أنا عايز أقول النقطة الأساسية إنها النهاردة إيران عندها شبه اكتفاء ذاتي من السلاح. بعد ما عصلجت، بعد ما وافقتش تبقى كده. فأنا بقول إن البرلمان بحسن نية شايف إنه هو يحاول يعدي المرحلة الانتقالية. الطريقة دي هي اللي هتضيعنا. هي دي اللي هتضيعنا طبعا، زي ما حضرتك قلت قبل كده ضاعت ثورات تانية. طبعا لازم أليس لافتا للنظر أو غريبا أنك كإسلامي تقول هذا الكلام وأنت تعلم أن أغلبية البرلمان الكاسحة أكثر من 70% هو من التيار الإسلامي، من الإخوان المسلمين، ومن التيار السلفي الذي يفترض أنه أقرب إليك؟ طبعا هؤلاء لحمي ودمي، أنا منهم وهم مني. نعم. وده بس هم دول اللي أنت بتقول بيقبلوا الضغوط. إنما الناس فاهمة لا، مش بيقبلوها، دول ناس محترمين وممتازين. هم شايفين إن الصورة المثالية معالجة الضغوط لحد ما تفوت فترة الخطر. ده كلام برضو فيه حكمة، أنا مختلف معاهم في هذا، يعني ده مش رأيي. لا، لكن حضرتك بتقول هذا ما ضيع الثورات قبل كده، ده مش حكمة ولا حاجة. أستاذ حسين، هناك فارق بين إنسان الباعث له إنه إنسان مخلص وإنه هو حريص على البلد فاتخذ هذا الموقف، وبين إن الموقف ده صح أو غلط. فهو باعثهم سليم وجيدين ومحترمين، لكن بيتخذوا موقف ربما أنا لا، مش ربما أنا قطعا لا، بس هي مصلحة الأوطان مقدمة، لأنه أحيانا الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة. بس هو شايف إن دي مصلحة الأوطان، وأنا شايف إن دي مصلحة الأوطان. إحنا مختلفين في ترجمة مصلحة الأوطان. تمام. وأنا شايف إنها غلطة رهيبة. تمام. يعني أنا مش بقول إنها غلطة نص نص، يعني ما زلت على رأيك هذا. لكن نعم، لكن الباعث عندهم باعث محترم وشريف. فاللي أنا عايز أقوله هنا إنه لما بيوصل لمثل هذا القرار إنه هو يمشي كده، هو بيشوف إنه عايز يمشي الأمور. إنما أنا لو كنت مكانهم لا. تمام. طب هنا في الأستاذ محمد عبد الخالق بيسأل حضرتك، ما دمنا جبنا لماذا تنكر أنك أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقد سبق لك الترشح لعضوية البرلمان أكثر من مرة عن جماعة الإخوان، وهل يمكن أن نفاجأ بالجماعة وقد وقفت خلفك في انتخابات الرئاسة في اللحظة الأخيرة تأكيدا لعضويتك الخفية؟ يا رب تقف خلفي ومعي يا رب، ولا زلت آمل وأنتظر وأتوقع. بس أنت عضو خفي فعلا؟ وخصوصا ما ولا لهو؟ عضو خفي دي عضو الخفي واللهو الخفي والموضوع داخل الخفي كترك قوي. شوف يا سيدي، أولا أنا لازلت أرى أنه بإذن الله آمل ولا زلت أرجو، وخصوصا هذا لا يخالف أي قرار من قراراتهم. ولو أفلتت الفرصة سنعض الأصابع من الندم. بس سيادتك بتقول الكلام ده وانت راجل محامي، يعني راجل قانون، والقانون هو المنطق، مظبوط؟ ما هم قالوا صراحة أنهم لن يدعموا أي مرشح هو من التيار الإسلامي أو ينتمي إلى. هي دي الغلطة، ما هو ده اللي أنا بقوله، هو ده الخطأ. دي اللي هي اللي سميتها حضرتك استجابة للضغوط. طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ منطقيا. الإخوان دي جماعة إيه؟ إسلامية. نعم. فالمنطقي إنها تدعم مرشح إيه؟ إسلامي. لما تعمل شيء غير الشيء المنطقي يبقى في حاجة.
طب انا مش يمكن الحكايه ان جماعه الاخوان طول عمرها، احتمال انا بسال، انها طول عمرها جماعه تختار المنهج الاصلاحي التدرجي، مش زيك اللي هو واخد المنهج المباشر او الجذري؟ يمكن ده السبب. انا مش واخد منهج ده منهج شعب مصر فعلا. اللي هو الحسم، يعني هو ايام مصطفى كامل قال الاستقلال التام او الجلاء التام او الموت والزؤام. ده شعار ثوره 19 ساعه زغلول. يعني في تحديد. احمد عرابي يوم ما طلع قال لن نورث بعد اليوم. صحيح. يعني الشعب المصري ما ينفعش يفضل كل مره يضحك عليه. ما يفضلش نقول له طب انت حبيبي وسنتين ثلاثه تلاقي زعيم الثوره عمر مكرم اتشرد. صح. وتلاقي الشيخ عبد العزيز الشرقاوي شيخ الازهر وشرد شيوخ الازهر، وتلاقي المماليك وهم انقبوا بالثوره اللي جابت محمد علي. الله صحيح. الله. وسنه 52 ما يبقاش العساكر الجيش عامل الثوره والمدنيين بيحرسوا الوزارات والمنشآت، وبعد شويه الجيش بيدخل المدنيين على مقصله الاعدام علشان اختلاف معاهم. لازم يبقى فيه، وتفضل الانتخابات مزوره 60 سنه، مفيش ولا مره تطلع انتخابات سليم. وبس خلي بالك فتره عبد الناصر كان في زعامه شعبيه، يعني فكره التزوير هنا. زعامه شعبيه ايه يا راجل؟ زعامه شعبيه ده هو واحد معاه الاعلام ومعاه الصحف والتلفزيون والاذاعه والتنظيم ده هو اللي عمل اللي انت بتطالبه بالاستقلال، انه حد امريكا كرهته قد عبد الناصر. ده طيب على اي حال انسان ابى الا ان ينفرد بالساحه. ما ينفعش يبقى هو الوحيد اللي معاه، يعني ما اممش قناه السويس ولا حارب امريكا واسرائيل. ما ينفعش يبقى واحد اسمه معاه تلفزيون هو الوحيد اللي معاه تلفزيون، وهو الوحيد اللي معاه صحافه، وهو الوحيد اللي معاه تنظيم سياسي، وهو الوحيد اللي معاه، ومحدش تاني معاه حاجه، ومحدش تاني معاه ميكروفون حتى، ويدعي بقى زي ما هو عايز. الواحد عنده. عايز اقول لحضرتك احنا استطلعنا اراء الناس ايه المواصفات اللي عايزينها في رئيس الجمهوريه اللي جاي، من ناس طيبين في الشوارع، مش نخبه، ناس اهلنا الحقيقيين، نسمعهم ونشوف راي حضرتك في المواصفات اللي قالوها. امري لله. حسيت ان اراء الناس دي يعني ايه تعليقك عليها؟ رائع. رائعه. ايه اللي رائع فيها؟ قول لي. يا سلام، رائعه. اهو ده نبض حقيقي. شفت اول واحد قال ايه؟ قال كلمه انا اتهزيت. بيقول لك انا عايز واحد زعيم يشتغل رئيس، يعني يولد من الشعب اولا وبعدين يتبوأ الرئاسه. مش، شوف هو بيقول مش رئيس يشتغل زعيم، مش رئيس يصنع زعامه بادواتي انا كشعب، ياخد تلفزيوني وصحافتي وتنظيمي ويعمل لي زعامه. والتاني البنت اللي بتتكلم كلام رائع، يقول لك انا عايزه حد يعني الاحساس بنبض الناس، بنبض الناس اللي هو يبقى عارف يعني ايه حضرتك كلمه يقشعر؟ يعني الشعيرات، ما هي عشان كده اسمها يقشعر، ان الشعيرات ده محسب الناس، عاش وسطهم. مش العبره هو بيوعدني بايه، العبره ان لما ابص ل 20 30 سنه اللي فاتوا الاقيه ده اللي كان في وسط الناس، مش ده اللي بيقرا تقارير او كذا. هذا جانب في منتهى الاهميه. ولذلك الناس دول، الراجل اللي بيقول لك نفسي قبل ما اموت انتخب رئيس ولو مره وبعدها اموت، ده عايز يقول لازم الواحد ده يطلع من الناس. صدقني يا اخي الكريم، لو ما كانش الاختيار من الناس، لو كان الاختيار بناء على التفصيل، تجيب باترون كده عشان امريكا ناخد من هنا، وعشان اسرائيل كده، وعشان التوافق الداخلي كذا، وعشان اللي عايزين كذا، هنقضي على البلد، هندور عليها. احنا زعلانين ان حسني مبارك كان هيورث جمال مبارك. صحيح. ده محمد علي قعد يورث ولاده 150 سنه. صحيح. 150 سنه في اعقاب ثوره شالت خورشيد باشا جابت محمد علي، ورثنا 150 سنه. مش ممكن نفضل نورث. وبناء على ايه بقى؟ بناء على كلام. وانت شايف ان التوافق ده كانه توريث من نوع تاني؟ التوافق ده كلام لا، انا قلت لحضرتك انا اقدر التوافق الوطني. إذا كان حرا وطني. ليس فيه السلطة الضاغطة، وهو ما ترى أنه حادث الآن. مش ما أرادي أخبار يعني معلومات. تمام. يعني يأتي خبر النهاردة تقابل فلان مع فلان وقال له كذا، وأصله الكلام حلو قوي. كلام مش إكراه يعني بالعافية. يقول له والله إحنا عايزين يزين له يعني وزين لهم الشيطان أعمالهم. طيب مش حضرتك قلت كويس أو قلت إيه حكاية القشعريرة ويشعر بالناس؟ طب انت من عائله الوالد كان نائب وكان رجلا مقتدرا، وانت محامي معروف وماليا مستريح، انت شايف انك انت مؤهل انك تحس بالناس مع وضعك الاجتماعي ده؟ يا خبر ابيض، ده حته سؤال في حد يسال. ده انا
الوالد عليه رحمة الله، احنا كنا عايشين في وسط الناس. كان عم علي الله يرحمه بواب العمارة يقول انتوا بيتكم ده عامل زي القسم، قسم الشرطة. كنتوا في امبابة ساعتها؟ في الدقي، ما هو احنا انا ولدت في الدقي وعشت في الدقي ونشأت في الدقي ولم اخرج من الدقي ابدا الا زيارات. انما انا وترشحت في البرلمان عن الدقي، وترشحت وسقطت او يعني زورت يعني في البرلمان. فانا من يعني بس الدقي برضه فيها حتت فيها داير الناحيه وفيها سليمان جوهر وفيها برضه الحتت الراقيه. ما هو يعني انت انهي حته بقى، انهي ناحيه؟ قول لي. انا الحتت الراقيه. هو ده اللي انا بقول عليه. لكن انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انه من عاش في وسط الناس طوال عمره ده خبر. هو انت حضرتك لما تنزل النهارده ترسل مندوب عن قناه النهار وتاخد وينزل الى الشوارع ويسال الناس دي بقالها 40 50 سنه عايشه فين، ستجد ما احنا بلدنا قريتي انا تبعد عن القاهره 15 16 كيلو. نعم. الوالد لم ينقطع عنها ابدا وكان نائبها وكانوا فلا بالعكس. ازاي؟ طيب هو هنا عندي سؤال من محمد عاطف. السلام عليكم. غير ان انا شيخ، غير ان انا شيخ. انا شيخ اخطب وداع، معناها ان اللي عنده مشكله مع مراته واللي عنده مشكله مع اولاده واللي عنده مشكله مع اخوه في الميراث واللي عنده فالناس بتجيلك لحد عندك مشكلات تاتي. فالواحد طيب. شاف الصغير والكبير. ليه انا سالت حضرتك داير الناحيه دي الواحد عاش جواها. صحيح. عزبه اولاد علام جواها. طيب مش محمد عاطف بيقول لحضرتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اريد ان اسال الشيخ حازم عن اولوياته لضمان تحقيق العداله الاجتماعيه، بما اننا اتكلمنا في الموضوع دوت، خاصة وإن حضرتك لما اتكلمت في هذا الموضوع بدأ كلام حضرتك برضو فيه قدر كبير من يعني البرنامج العام وليس المفصل أو المحدد. نعم، غير صحيح. أنا أوشك أن أقول أنني الوحيد أو أنني الأكثر وبكثير جدا الذي قدم أمورا محددة جدا. فقلت رب الأسرة المصرية ميزانية رب الأسرة هي دي بوصلة السياسات. تمام. بيصرف كتير دلوقتي على الإيجار الجديد، بيصرف كتير على التعليم والدروس الخصوصية، مظبوط، بيصرف على سلع أسعارها متضخمة تضخم سلع الغذائية غير حقيقي أساسية. نعم. اللي هي السلع الأساسية زي الغذائية والدوائية والكسائية. تمام. فقدمت أشياء محددة جدا لخفض إيجارات المساكن إلى ما قد يصل، أسأل الله أن يتمكن من هذا أو يتمكن من بعدي إلى ما قد يصل إلى ربع القيمة الإيجارية، وذكرته بالرقم. طب ما هقول لك أنت عايز تبقى عامل اشتراكية، ما ده اللي كان قانون الإيجارات القديم. ومش هبقى اشتراكي. ومش هعمله اشتراكيا، أنا هعمله بما يجعل صاحب البيت بيكسب كويس جدا ورأس المال يتشجع بأنه هو يبني وأنه هو يكسب. ليه؟ لأن أنا لا يمكن أعمل السياسة إياها اللي بتخلي جزء من المجتمع ضد الجزء التاني، لا يمكن يخبطوا في بعض تاني. لا يمكن أقول لواحد أنا هملكك الأرض مش على حساب لا يمكن. أنا عايز أرجع المصريين إلى المحضن الواحد. يا أستاذ حسين، أنت بتنزل المحكمة تلاقي دي دايرة إيجارات المالك والمستأجر ضد بعض، ودي دايرة عمال المالك والعامل ورب العمل ضد بعض، ودي دايرة مدني الجار وجاره في الحيازة ضد بعض. ايه ده؟ طب بس ما هو ده لولا دفع، ده الصراع هي سنة الكون. غير صحيح. ولولا دفع يعني طيب. لا هذا ما لسه لحظة واحدة، هو ده ما تفعله الحكومات الظالمة. انما النهاردة انا لما اجي انشئ هيئة نقل خيرية للسلع، بس تاخد من المصنع بسعر المصنع وتوصل الى مكان ما بتتبني العمارة، طن الحديد ينزل الى 50%. طن الحديد اللي بيوصل بالضعف، والعريس والعروسة هم اللي بيدفعوا ثمنه في الإيجارات. البنت اللي خايفة من العنوسة ومن فوات سن الزواج هي اللي بتدفع إيجار المساكن المضاعفة. لما وصل بس السلع إلى أماكنها فقط أخفض. غير قانون الإسكان اللي أنا ذكرت تفصيلا وبدقة إزاي إن لو تعدلت فيه مادة واحدة اللي هي رخص المحل التجارية، أعمل منطقة تجارية ومنطقة غير تجارية، ينخفض مرة تانية الإيجار. فأنا لم أقدم برامج عمومية أبدا، أنا قدمتها محددة مرقمة وواضحة، وغيري لم يقدم أبدا لا هذا ولا شيء من هذا ولا نصف ولا ربع ولا عشر. هذا الأستاذ محمد عاطف الذي سأل الشيخ حازم عن موقفه الحقيقي أو أولوياته في العدالة الاجتماعية.
الفاصل الاخير الاعلاني، وهنرجع تاني للاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل رئاسه الجمهوريه بعد الثوره العظيمه في 25 يناير.